صباح النور، صباح السعادة، صباح الخير والتفاؤل والطاقة الإيجابية. أكيد أول حاجة كنبداو بها كل صباح نحلو النوافذ، نجددو الهواء المتواجد داخل البيت باش هكذا نقيو الدماغ وترتاح النفسية إن شاء الله. اليوم غادي نتقاسم معكم الأنشطة اليومية ديالي، ونتمنى أن الفيديو يكون مليء بالنشاط ونزرع فيكم الطاقة الإيجابية اللي تخليك تنوضي لما لا تقدي شغالك ودوزي نهارك على احسن ما يرام. فاكيد اللي بغيت نقول دائما ماشي دائما الانسان كيكون يعني بصحه جيده وفي نفسيه جيده. دائما كتجيك واحد الاوقات اللي ما كتقدري ديري فيها لا شغل لا حتى شي حاجه، كتكون النفسيه مدهوره، ولكن مره ماشي مشكل. ولكن باش انك تكوني دائما عايشه في واحد الخمول دائما وما قاداش تشقاي، فهذه هي اللي خايبه. فعودوا راسكم دائما على الحركه وشربوا الماء مزيان، راه مفيد مزيان للصحه ديالك. ودائما غادي تكوني بخير وتحافظي على الرشاقه ديالك. ونصيحه اخرى، ما تبقايش ديما كتقضي الشغل وانتي كتمني. فإلا قضيتي الشغل راكي كتقضيه لدارك اولا كتقضيه لراجلك، او الا ما كنتيش مزوجه راكي كتقضيه لميمتك، وحتى الا كنتي بوحدك فراكي كتقضي الاغراض الشخصيه ديالك. فدائما تقضي الشغل ديالك وانتي فرحانه وانتي مبسوطه، حتى الا تقلقتي ولا تعصبتي ما كاينش اللي غادي يجي يقضي لك هذيك الحاجه. ودائما الوحده تاخذ الامور بواحد البساطه وتفرح بالحياه. الا دعت الضروره ان الانسان وقع في شي مشاكل يعرف كيفاش يدير يتصرف معاهم، وما يطيحش في اكتئاب وفي داك الغبينه ويبقى ديما مقلق قليل فين يضحك. خاص تكوني العكس، ديما تكوني ضاحكه، تكوني ضاحكه وفرحانه المهم. وانت اللي كتسمعيني اختي، فديري في بالك بان ماشي بوحدك اللي عندك المشاكل، راه كاين اللي عنده اكثر منك ديال المشاكل ولكن ما كيبينش وكيصبر ويحاول يتساير مع المشاكل. فراه الله كبير. وقولي اليوم زوين باش ربي يعطيك غدا احسن منه، وتفائلوا وضحكوا بالحياة، شوفيها بشكل ايجابي. فالمشاكل حتى واحد ما خطاتو، غير كاين اللي كيعرف يتصرف معها كما قلت، وكاين اللي كتهدمو وما كيعرف ما يدير. فحاولي حتى انتي تغيري حياتك، واول حاجه هي تغيري حياتك وتشوفي الصحه ديالك. اول حاجه هي الصحه، فالعمر قصير والحياه قصيره. ونعطيكم مثال غير من هذا الوباء اللي جا، فهو بين لنا ان الحياه تقدر تغير بين ليله ونهار. فمره تحسني، فمره حسني من النفسيه ديالك وحسني من حياتك. واخر حاجه نقدر نقولها هي حمد الله على القليل يعطيك الكثير، وحمد الله على اللي انتي فيه، وحمد الله على الحاجه اللي ما عندكش يعطيها لك الله. وحتى الا ما عطاها لكش الله فاعرفي بان ما فيها خير. ودائما كنقول نقى على نقى ما يخليش قى. ايوا هكا كنقضي نهاري، كنوض نقضي شغالي يعني بكل فرح، يعني ماشي نقضي شغلي وانا مكتئبه وانا ما قداش نقضي الشغل وانا كنمل وانا كنعيا وانا كندير. لا بالعكس، نوضي خدمي شويه القران، مره خدمي الموسيقى، قضي شغل وانت كتشطحي وانت كتضحكي وناشطه مع راساتك. فبهذا كيدوز الشغل دغيا دغيا وكاع ما كتحسي به. وهكا كنقضي نهاري يا خواتاتي يا خواتاتي يا حباباتي. فكما كتشوفون عندي الدار مشى تبارك الله. ديما الحاجه ما كتكونش كامله. انا راه ساكنه عاليه في الكاتريام ايطاج، يعني ما عندنا لا سانسور لا والو، راه يعني السكن الاقتصادي. ولكن مشى يعني ما كنحسوا ما كتكون عندي لا غموليه لا حتى شي حاجه. واخا هكاك كان مره كنطلع السدادر للسطاح، وكان كل يومين ولا 3 ايام كنشطب داك البيت الصغير حيت هو اللي كيترون بزاف. ولدي راه كما شفتوا كيلعب بالمقابض، يلعب اي حاجه، انا كنخليه ياخذ راحته. ونصيحه اخرى اللي عاد غتولي ام او اللي عندها وليد مازال صغير، تفادى نهائيا التليفون. لانني لقيت واحد المشكل كبير مع ولدي دابا، انا عنده 3 سنين مازال ما تيهضرش.
والسبب هو التليفون. كنت كيسكت ليا بالتليفون وكنعطيه التليفون، ولكن ما كناش عارفين انه غادي يدير له هذا المشكل هذا. فانا كنصح الناس اللي غيزاد عندهم وليد او لا يعني عندهم وليدات صغار يتفاداو يعطيهم التليفون، ويتفاداو انهم يعطيو حتى التلفازه. يعني كاع دوك التواصل، التلفازه، التليفون، اي حاجه يحيدوها له، يخليوه الالعاب هكايا ولا هكا حسن. يعني كما تربينا وكما ربونا والدينا. دابا كما كتشوفوا هذا المشكل ديال التاخر في الكلام يعني ولا بزاف، ومنين جاي من هاد وسائل التواصل الاجتماعي، هو اللي كيدير هذا السبب هذا. فنتمنى ديروا بالنصيحه ديالي كاخت ليكم. وهنايا دزت الكوزينه. فانا ما كنصبحش عندي الروينه بزاف، حيتاش كنغسل الماء ديال الكاسكروط وهذا كيبقاو غير ديال العشاء. وحتى الا عكزت على ديال الكاسكروط ما تيكونش عندي بزاف ديال الماعن، حيتاش يعني ماشي بزاف بينا في الطريق انا والزوج ديالي وولدي صغير. فكما شفتوا معايا كنقضي شغلي وانا طالقه الموسيقى وناشطه مع راساتي، ما كاين حتى شي مشكل، وكيدوز النهار بسلام. ايوا كما شفتوا معايا نسبقوا الكويسات والمسائل اللي ما فيهمش لي دم، باش ما يديرولناش الزفوريه في الكيسان وداك الشيء. فيما كما شفتوا انا ما عندي لا بلاكارات لا حتى شي حاجه. المهم هو الانسان يكون متول، ماشي بالضروري يكون عندك الرخام ويكون عندك البلاكارات ويكون عندك الكريستال ويكون عندك اللي ما كاينش. فالانسان بابسط الحوايج يتول دارو ويفرح بالحياه ويرضى بداك الشيء اللي قسم ليه الله. فانا دزت من واحد المرحله اللي خايبه بزاف، كنت كنتعلق في نتفلق ونخدم بالليل وبالنهار، وبغيت ندير دخلت في واحد الحاله ديال الاكتئاب اللي خايبه بزاف. فالحمد لله انا جلست هاد الايام من الخدمه تقريبا هذه شي سنه باش جلست من الخدمه. دخلت القناعه القلبي، يعني قنعت بهداك الشيء اللي قسم لي الله. ما غاديش نتعلق في نتفلق، يعني عايشه داك الشيء اللي قسم لي الله. ما كنطمعش ولا نشوف هذيك شنو دارت ولا هذيك شنو دارت ولا هذيك شنو كتلبس ولا هذيك شنو كتاكل. فكنقضي بداك الشيء اللي عندي وحمد الله وشكراه، والحمد لله بديت كنتحسن. فالانسان اللي كيعاني من شي حاجه نفسيه يدخل القناعه لقلبه ويرضى بداك الشيء اللي قسم ليه الله، فاكيد غادي يتحسن. وهذه نصيحه من عندي لانني انا جربت ودوزت هذه المرحله ديال الاكتئاب وانا ماشي بحال الناس وانا فرضاي بذاتك ورضاي بداك الشيء اللي قسم لك الله، غادي تكوني احسن ما يرام. والصلاه اللي ما كيصليش شنو دي يصلي. فراه ملي كتحطي راسك على الصلايه وتدعي الله بحال كاع دوك الهموم وداك الشيء كامل كيطيح في هذيك في الصلايه، كتخلي كلشي كتنوضي مرتاحه. ويا ربي لما تسمح لنا لا درنا شي حاجه، وخير الخطائين التوابون. ودائما الانسان يعمر قلبه بالله وغادي يعيش مزيان. فكما كتشوفوا البطه عندي مسكينه واكله الدق ديما شي شويه. فكما تشوفوا انا ما عنديش هذوك اللعيبات الكحل اللي كيحلوا البطه. ولدي كان غايدير لي كارثه واحد المره، فاضطريت انني نحيدهم في مره ونتهنى. فهما عندي كيمشي ملي كيكونوا مركبين كيحل ليا البوطه وكيخلي ليا الغاز مطلق. واحد المره جيت نشعل البوطه كانت اللي جنبها فيها الغاز، ايوا كانت غادي تشعل فيا العافيه. فحيدتهم كاع، تفاديت كاع انا المشاكل، كاع الحاجه اللي غادي يوصل ليها وغادي يدير لي بها شي مشكل كنحيدها. خليتهم هكا قرع، اللهم قرع تشعل فيا العافيه. ايوا هكا انا قضيت شغلي فيت في، يعني ماشي انا اللي تقيله في الشغل. دغيا دوزيه. غير هو حاولي انك تنظفي مزيان باش تبقى لك الدنيا دايما نقيه، ماشي غير دوزي على الفوق دايما الفوق. النهار اللي غتبغي تخملي غادي توحلي وحله ديال الغدايد، اللهم كل مره تحيدي شي شويه. او ملي غتجي تخملي غادي تجيك داكشي ساهل نقي دغيا، غير دوزي وغادي تسالي دغيا.